في رسالة ردع حاسمة، مصر ترسم حدودها الحمراء وتنشر صواريخ صينية في سيناء. تحرك يربك حسابات إسرائيل التي تزداد المخاوف من اتساع حربها خارج غزة. نقلا عن ميدل إيست مونيتور، تقارير صحفية كشفت قيام مصر بنشر أنظمة الدفاع الجوي بعيدة المدى الصينية HQ-9P، وذلك في مواقع استراتيجية بشبه جزيرة سيناء. الجدير بالذكر أن محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور كان قد أكد استعداد مصر لمواجهة أي تهديد محتمل، مشددا على أن أي شخص يفكر في الاقتراب من الحدود المصرية فإن الرد سيكون مفاجئا للعالم بأسره. وأمام مخاوف تمدد الحرب الإسرائيلية من القطاع الفلسطيني إلى مصر، تعتبر القاهرة نزوح الفلسطينيين نحو سيناء خط أحمر، لتكون أنظمة الدفاع الجوي رسالة ردع تؤكد قدرات مصر في التعامل مع أي تهديد بحسب المراقبين. أنظمة الدفاع الصينية الجديدة التي تقارن بمنصة الدفاع الصاروخية الروسية S-400 يبلغ مداها 200 كيلومتر، ويمكنها اعتراض الطائرات المقاتلة والمسيرة والصواريخ المجنحة، كما أن راداره المتقدم يتتبع الأهداف على مسافة تصل إلى 300 كيلومتر. الجيش المصري وعلى مدار السنوات الماضية عزز حضوره بشكل واسع في شمال سيناء، ونشر عشرات الآلاف من الجنود والمركبات الثقيلة، لتعرب إسرائيل عن قلقها من هذه التحركات التي يرى مراقبون أنها تعيد تشكيل التوازن الاستراتيجي.